البلوجر الشهيرة سارة محمد محمود اللي كان عندها بالظبط 2000 متابع على الصفحة بتاعتها، عمرو سنايبر بقى دلوقتي بيحاول يسرقها. قالت عليا ان انا موجود معاها عشان الشهرة وعشان وانت يعني اللي انت كله فيه ده حاليا ان الناس عارفاكي اصلا، يعني ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى قبل اي حاجة. تاني حاجة انا اول واحد نتكلم عنك، وانا اللي موصلك لريهام سعيد، وانا اللي موصلك لده ولده ولده ولده، وانا اللي خليتك يعني سبحان الله. انا مش عايز والله كل ده مش عايز اتكلم فيه في الاول خالص. الموضوع ده يا جماعه انتهى بالنسبه لي. انا مش سيره عمرو مش هتيجي تاني عندي في الاكونت. كل الفكره ان هو دخل على الفيسبوك وعمل كومنت عندي في العام، فاضطريت ان انا ارد عليه برده في العام وبس. لكن ده كان صفحه واتقفلت خلاص من حياتي، وبرده كان في ما بيننا عيش وملح، وما بتكلمش على حد في ما بيننا عيش وملح، وهو اللي بدأ. فدلوقتي انا بتهم بسرقه الصفحه. يا نهار ابيض، هي وصلت للدرجه دي؟ كل اللي انا بتكلم فيه ده معايا الدلائل بتاعته، انا مش بتكلم كلمه ولا مش معايا الدليل، وربنا شاهد على كلامي طبعا. في الاول خالص عمرو بقى وحش خلاص، عمرو ركن على جنب. تاني حاجه اهلي وحشين، اهلها ركنوا على جنب. تالت حاجه ريهام سعيد وحشه. امال مين اللي حلو؟ مين اللي كان معاكي؟ طب يا ستي هنفترض ان عمرو وحش وريهام سعيد كمان وحش، اهلك كمان وحشين اللي طلعتي وهاجمتيهم وقلت عليهم 1 2 3، وهم انا ايام ما كنت اقسم بالله العلي العظيم في المستشفى كنت بشوفهم اقسم بالله حالهم يصعب على اي حد في الدنيا. انا كنت اقسم بالله كنت بقعد في المستشفى، كنت بقعد بعيط لما كنت بتتكلمي وطلعت في حلقه ريهام سعيد وقلتي ده عمرو كان بيعيط عليا. انا كنت بعيط على منظر اهلك، على شكل اهلك، على قهرة اهلك. اقسم بالله اهلها ما كانوش بيشوفوا ولا كانوا بيشوفوا النوم ولا كانوا بيشوفوا حاجه حلوه. ده بالعكس اقسم بالله كانوا دايما كلنا كنا بنمثل عليها مفيش حاجه وبتاع مش عارف ايه. اقسم بالله مسافه ما بيخرجوا بره الاوضه بتاعه المستشفى انا كنت بشوف كميه عياط وكميه بكا مش طبيعيه. انا كنت بعيط على ده، انا كنت بعيط حرفيا على منظر اهلي. قسما بالله يا اهل ايه يا جماعه اللي يبقوا وحشين؟ اهل ايه؟ ما هو برضه احنا هنوصل برضه بالعقل كده. اهل ايه دول اللي هيبقوا وحشين؟ ما هو انا كنت برضو باجي عندكم البيت وبقعد وبتاع، وكنت بشوف برضو اهلي ازاي تحت رجلي. قسما بالله انا مش بافور، اهلها كانوا تحت رجليها فعلا، تحت رجليها. وكنت بشوف يعني ردود فعلك معاهم عامله ازاي. بس انا ما بتكلمش، كنت بقعد اتكلم معاكي يا ساره ما ينفعش تتكلم مع اهلك كده، تقول لي اسكت انت ما تعرفش حاجه، وانا ما بعرفش. انا شايف ده بعيني. كنت بشوف اقسم بالله العلي العظيم، كنت بشوف ما في حد في البيت كله ما كان بيقعد يعيط عليها. وكان يا جماعه ما حدش عارف حاجه، ما حدش عارف حاجه. انا شفت كل ده بعيني، بس انا ما رضيتش اتكلم برضه، يعني كل ده ساكت. نخش بقى على جزء ريهام سعيد. ريهام سعيد ممكن تكون طلعت معاكي في حلقتين 3 بالكتير قوي. ريهام سعيد معاكي كانت معاكي اقسم بالله طول الوقت، يوم العمليه، يوم الكشف بتاعك، يوم اسمه ايه ده دكتور المخ والاعصاب، يوم دكتور التجميل، يوم دكتور الانف والاذن، يوم يعني كانت معانا من الساعه 3 الفجر في العمليه بتاعتها. ويعني بص اقسم بالله لما يعني كانت بتتعامل معاهم بتكلم مامتها وكده كنت ببقى واقف تقول لها والله العظيم انا مش بتعامل معاها على اساس ان هي موضوع اعلام وكده. اقسم بالله انت لو عايزيني ما اتكلم عنها في التلفزيون والله ما هتكلم عنها. شفت ريهام سعيد، يعني شفت ريهام سعيد عيطت على ازاي، شفت كل حاجه يا جماعه. انا شفت اقسم بالله ريهام سعيد بيتعامل معاها ازاي. انا برضو ما بقى بص انا طالع بتكلم بقول بامانه ربنا والله ما بكذب في ولا حرف اقسم بالله. بس سبحان الله ليه كده؟ يعني مين اللي عمل؟ انت يا ساره مش كده، انت ايه اللي خليكي كده؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ ما اعرفش. انا بقيت اقسم بالله مش مستوعب اللي بيحصل. انت بقيتي بتبخلي في الناس اللي معاك، اللي فعلا مش عايزين منك حاجه، اللي عايزين مصلحتك مش اكتر، اللي كانت اقسم بالله الناس اللي بتساعدك بس. انت انا اللي خدت بالي انت يعني مش عايزه الناس اللي بتساعدك جنبك حتى اهلك. بجد انا ما بقيتش مستوعب والله العظيم. انا خلاص دماغي بقت واقفه عايز افهم هو في ايه. نتكلم بقى بالدلال شويه. عمرو اللي بيحاول ياخد صفحتك في البدايه خالص، لو تتابعوا ريهام سعيد قالت ان انا اعمل لها صفحه واشغل لها فيها ارباح، وان هي تحاول تشتغل اي حاجه من السوشيال ميديا عشان ما تحسش بايه كده، يعني فاهمين قصدي. فقلت حاضر، والصفحه اتعملت وكل حاجه وشيرتها عندي، وريهام سعيد نزلتها عندها، ويلا يا جماعه دي صفحه ساره ويلا وبتاع مش عارف ايه. انا معايا اصلا كل حاجه بتاعتك من الاول خالص. انا لو فعلا ناوي على غدر وناوي على كده كان زماني ليه اصلا اديتك حاجه. هي الفكره في كده. ساعدت لك في موضوع تحقيق الارباح، لان انا عايزك فعلا تدخلي ما تحسيش ان انت عندك اي حاجه، لا انت زيك زي اي حد. وهثبت لكم ده. السكرينات اللي انا نزلتها دي في 25 مارس. بصوا بقى 27 مارس لما لقيت في مشكله في تحقيق الارباح،
فانا كلمت واحد صاحبي برضو السكرين شوت اهو موجود، بكلمه بقول له ايه اللي هو، لان ده واحد متخصص في السوشيال ميديا وبيعرف يفعل ربح وبيعرف يعني يعمل كل حاجه، المفروض ان الحاجه دي بفلوس، بس هو قال لي لا انا هعملها ببلاش وخلاص، وكل بس الناس كلها بتحاول تساعد. نتكلم بقى عن السكرين شوت. السكرين شوت مش فيك، السكرين شوت ده حقيقي، بس افتكروا ده بقى يعني مثلا ده تاريخه امتى؟ لا تاريخه من فتره كبيره. من امتى بقى؟ من ايام ما ساره كانت عايزه تطلع تتكلم عن اهلها بكل سوء، وخالتها دخلت اتكلمت معايا وقالت لي يا عمرو انت لو موجود في الصفحه معلش شيل ساره مؤقتا عشان هتطلع وهتبهدل الدنيا وهتتكلم علينا بايه؟ بسوء، واحنا منعا للمشاكل فاحنا مش عايزين ده. قلت لها حاضر. قالت لي شيلها مؤقتا. قلت لها ايه؟ حاضر. انا ما عرفتش اشيلها ليه؟ لان هي طبعا لما كنت اعمل لها الاكونت عامل لها هي الاكونت الرئيسي، فطبعا مش هعرف اشيلها غير لما ايه يجي لها هي ان هي تاكيد ان هي تشيل ولا لا. ما اعرفش مين، انا ما اعرفش مين ماسك لها الصفحه دلوقتي او ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع دوت. فطبعا جالها السكرين شوت وانا ما عرفتش اشيلها بسبب، وبعديها طلعت لو تاخدوا بالكم طلعت على طول واتكلمت على اهلها بكل سوء وقالت عليهم ان هم بياخدوا تبرعات وبيعملوا وبيخلوا، وهو والله العظيم ما فيش الكلام ده. وانا شفت بنفسي يعني حتى اهلها مش بيفهموا قوي في السوشيال ميديا زي ما انتم فاهمين ان هم يلموا تبرعات ويعرفوا يعملوا ويخلوا ويسووا، لا بالعكس هم اخرهم ان هم اقسم بالله يفتحوا واتساب او يتكلموا على التليفون، ده حقيقي. لكن هو ما فيش حاجه من الكلام ده، ده كان منعا للفضايح من الاخر، منعا للفضايح والكلام ده. فقلت لهم حاضر، وانا والله على اي حاجه بقول حاضر. اتضح في الاخر ان انا زي ما انتم شفتوا الموضوع معكوس، وعمرو بيحاول وبيعمل. انا هحاول اسرق صفحتك ليه ولا اعمل ايه؟